هل يسعى رئيس الحكومة لتصفية حسابات قديمة؟ الصحفي المهداوي يكشف المستور. في تصريح مثير على برنامج ضفاف الفنجان، اتهم الصحفي حميد المهداوي مدير نشر موقع بديل رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالوقوف وراء الدعوى القضائية التي رفعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ضده، مشيرا إلى أنها جزء من حرب خفية وتصفية حسابات تعود إلى ما قبل عام 2017. وأكد المهداوي أن الوزير وهبي لم يكن المبادر الفعلي بالشكاية، بل جاء تحركه تحت ضغط مباشر من رئيس الحكومة على حد تعبيره. وأضاف: وهبي لا يربح شيئا من سجني، لكن هذه طباع أخنوش، فقد سبق أن اشتكى بي سنة 2017 وطالبني أنا وزميلا لي ب100 مليون سنتيم، ثم سحب شكايته، لكن بعد شهر فقط تم اعتقالي، وكأن هناك خطة بديلة كانت جاهزة للتنفيذ. فهل نحن أمام تصفية حسابات سياسية مغلفة بالقانون؟ تابعوا القصة الكاملة ولا تنسوا ترك رأيكم في التعليقات.